اتعودنا نقول الحقيقه كلمه ارتجاع المريء دي ومشاكل المعده، الحقيقه كلمه بنسمعها كتير جدا النهارده. لكن انا طبعا ما اقدرش اتكلم ولا اقول ان اشخص ارتجاع مريء ولا اشخص مشاكل في المعده، ده مش تخصصي واحنا بنحترم التخصص جدا. لكن اللي انا عايز اوصله النهارده الحقيقه ان الجديد اللي هنقوله ان كتير جدا من مشاكل المريء، كتير جدا من مشاكل المعده، سواء كانت حموضه او سواء كانت التهابات او سواء كانت مشاكل مزمنه في ارتجاع المريء كتشخيص، كارتجاع تشخيص ارتجاع مريء او التهابات في المعده، بتبقى بسبب موضوع الشخير. موضوع الشخير الحقيقه ليه ارتباط وثيق بموضوع تشخيص ارتجاع المريء ومشاكل المعده. ليه؟ لان الشخير ما هو الا عباره خنقه وعباره عن صوت وعباره عن فتحه بق، فعلى طول منطقه الحلق فيها التهابات وفيها مخاط. هذا المخاط مع شهور وسنين بينزل المعده. المشكله ان في هذا المخاط هو بيبقى حمضي، بينزل المعده يزود الحموضه بتاعتها، يعمل التهابات في المنطقه بتاعه المريء وفي المنطقه بتاعه المعده. عشان كده تقريبا كل عينين الشخير بيشتكوا مشاكل المريء ومشاكل في المعده. عشان كده بقول النهارده من المفاهيم الخاطئه ان احنا نقول انا عندي ارتجاع مريء او عندي مشكله في المعده واقعد ساكت. لا، لو عندك مع ارتجاع المريء وعندك مشكله في المعده، التهابات على طول وغازات، ارجع على طول وشوف، اسال نفسك سؤال: هل عندك مشكله صوت وانت نايم؟ هل عندك مشكله خنقه وانت نايم؟ هل عندك مشكله شخير ومشاكله اللي احنا كلنا ابتدينا نعرفها؟ لو عندك، من فضلك استشير اقرب مركز متخصص لعلاج الشخير وهو هيلاقي لك الحل.